السلام عليكم. كنت النهارده هكلمكم عن سؤال على طول بتسأله او بيتكرر يعني مع العملاء اللي بيتعاملوا معايا. نركب هارد ديسك اس اس دي. ده الهارد الاس اس دي ده كينجستون، ده هيك فيجن. اوكي، ولا نركب رام؟ يعني انهي احسن اختيار؟ هعمل لكم كده النهارده تجربة على جهاز هنركب فيه رامات 16 على هارد ديسك عادي، وهارد ديسك اس اس دي برامات 4، وهنشوف كده الفرق في السرعة. واعتقد من التجربة نفسها انتوا هتقرروا وتعرفوا الفرق في ايه. عشان كده بنصح يعني دايما اللي جهازه بطيء او بيشتكي ان هو في مشكلة بتواجهه في الشغل مع وورد، مع جوجل كروم، مع جيمز، مع اي حاجة من الحاجات دي كلها، جرب اعمل ابجريد لاس اس دي، بعد كده اعمل ابجريد للرام. هتلاقي الاداء بقى في حتة تانية، بس الاول التكلفة حطها في الاس اس دي، هتفرق معاك كتير. تعالى كده نبص، بص هنجرب الجهازين وبعد كده نقرر. هنبص كده على اللابين. اللي على اليمين ده فيه رامات 16، تمام، واللي على الشمال ده فيه الهارد ديسك الاس اس دي. تمام، هنعمل كده تجربة للجهازين، هنشغلهم مع بعض اهو باور في وقت واحد. آه، ركزوا كده، اللي على الشمال شوف هيفتح ويندوز هيخش في قد ايه. اللي على الشمال طبعا فتح اسرع بكتير، اللي على اليمين لسه بيبتدي يفتح. ده على فكرة اللي على اليمين ده رامات 16، واللي على الشمال ده اللي فيه الهارد الاس اس دي، والرامات 4 جيجا. كده الجهازين فتحوا خلاص. هنبتدي كده نعمل اي جوباية عليه، هنكبير حاجة من هنا لهنا. تمام، بصوا فرق الكوبي اللي على الشمال من اليمين. الشمال خلص اهو، واليمين لسه. وعلى فكرة السايز هو يعني احنا بننقل الجيجا من هنا لهنا. تمام، اللي على اليمين لسه مخلصش كل ده. ماشي، هنفتح كده صفحة وورد مثلا. بصوا اللي على الشمال استجابته اسرع، يعني هي الفكرة كلها ان الاس اس دي بيخلي الاستجابة اسرع كتير من الهارد ديسك العادي. تمام، بصوا حتى جوجل كروم من تكة واحدة بيفتح على طول اسرع. كده احنا جربنا الجهازين، واحد بالهارد ديسك الاس اس دي، وواحد بالهارد ديسك العادي مع رامات 16. يعني هو كان رامات 4، عملنا له ابجريد ل 16. فكده اعتقد الفرق يعني واضح جدا. فلو محتاج اي مساعدة، محتاج اي حاجة، ممكن تكلمني كده ان شاء الله، واحاول افيدك او اساعدك في اي حاجة انت عايزها. شكرا، متنساش طبعا اللايك كده والشير، وظبطونا يا جدعان. السلام عليكم.